باسل مصطفى، دايركتور اوف بروجكت مانجمنت اند ديليفري، بقالي اكتر من 14 سنه في البروجكت مانجمنت. وانا اخترت اخد السي بي ام او عشان اقدر ان انا اشتغل في الاداره بتاعتي بشكل ممنهج، واقدر ان انا اطبق المنهجيه واقدر اطبق التولز والتكنيكس اللي اتعلمناها في البروجرام ده، فبحيث ان انا اقدر احسن من ادائي بدل ما احنا كنا شغالين بالطريقه او بالفهم المنطقي. يعني قدرت ان انا اخد كونتنت مختلف هنا واقدر اطبقه على الارض فعلا. واكتر حاجه مميزه في البرنامج ده ان خالد قدر يضيف جزء زياده عن المنهجيه نفسها. يعني احنا اتكلمنا على الجزء بتاع الكونسلتنت، الايموشنال انتليجنس، الكوتشنج تكنيكس، ودي حاجات مكمله للمنهجيه. لو مجرد البروجرام كان مجرد ان احنا بنعدي على التولز والتكنيكس والمحتوى نفسه بتاع الكتاب للامتحان، ما كانش هيبقى فارق قوي عن الحاجات المختلفه اللي في السوق. ولكن الخبره اللي خالد اضافها والتكنيكس الاضافيه اللي هو حطها من ناحيه الايموشنال انتليجنس والكوتشنج والكونسلتيشن، وازاي ان انا ابدا اخد بالي من الكوربريت داينامكس والبوليتكس، دي فعلا فرقت كتير قوي في طريقه تفكيري وفي توظيفي للكونتنت اللي احنا خدناه. يعني من الحاجات اللي طلعت بيها من البوت كامب طبعا غير التمبلتس والتولز والتكنيكس اللي اتعلمناها، الكوتشنج سكيلز الاضافيه، وبرده الوعي اللي انا بدات اخده او الاي اوبننج توبكس اللي خلتني اخد بالي في حته الداينامكس وفي حته الستيك هولدرز انجيجمنت على مستوى السي ليفل او على مستوى بقى دوري كبي ام او، غير ما كنت قبل كده ببص لها من منظور البروجكت كونتكست. لا، هنا بنتكلم بشكل مختلف على هاندلنج بوليتكس على مستوى بقى السي ليفل وعلى مستوى الاورجنايزيشن بتاعت الاستراتيجي وهكذا. يعني طبعا احنا اخذنا 5 ايام كاملين من 9:30 لغايه 5 كونتنت وتطبيق واكزامبلز مختلفه من خالد. فيعني اعتقد ده من اكتر الحاجات اللي بتفرق في نافي جروث، هو فكره ان الكونتنت نفسه ليه باك جراوند وليه اون جراوند اكتيفيتيز، وغير ان خالد نفسه عنده الخبره والاكسبوجر السابق، فقدر يريليت بسهوله حاجات كتير قوي من اللي اتقالت باللي احنا بنشوفه في الواقع. غير ان احنا بنحب خالد نقيب، يعني بشكر خالد طبعا على حرصه الشديد ان التجربه تبقى متكامله، وان هو ما التزمش بس بالمنهجيه بتاعه بي ام او جي اي، ولكن اضاف كمان جزء من خبرته يعني لصدقه، او يعني انا ببقى شايف ان هو فعلا حريص ان احنا ندي حاجه كامله، فمش بس بيستف ال 21 ساعه بتوع الامتحان، لا هو اضاف فاليو فعلا مش هنشوفها في بروجرامز مختلفه.